ايه مشكلة الديدان؟ وليه محتاج ان انا اطعمها بشكل دوري؟ الديدان دي لما بتصيب اليفي تبدا تعمل له ثلاث مشاكل كبار. اول حاجه هي بتقعد جوه جهاز الهضم بتاعه، فبتبدا تستفيد بالاكل اللي هو بياكله، فنلاقيه عمال يخس، شعره عمال يقع، ريحه نفسه وحشه، وعنده مشاكل كتير. كمان ممكن تحصل لها مايجريشن او تتنقل من المكان اللي هي فيه وتروح تقعد في اورجان وتعمل لها مشاكل كبيره، زي اللي بتروح تقعد في الكبد وتعمل مشاكل في الكبد. كمان بتوصل معايا في بعض المراحل من كتر ما هي عماله تتغذى على بطنه وعلى الاعضاء بتاعته، ان احنا نلاقي عندنا التهاب فظيع في المعده او الامعاء، يعمل لنا مشكله كبيره قدام، واللي هي عمال يرجع ويكون في اسهال ونلاقي في دم موجود معاه. عشان كده مهم جدا ان احنا نهتم بتطعيم الديدان لالفنا ونمشي عليه بالسكادول المظبوط. المفروض ان احنا بناخد جرعه، وبعد 14 يوم بناخد جرعه تانيه، وبعد كده بنفضل ماشيين عليها كل شهرين. طب ليه بنمشي على السكادول ده وليه مره وبعد 14 يوم بناخد مره تانيه؟ المرة الأولى بناخدها علشان نقضي على الديدان اللي موجودة في الوقت الحالي، وبعد 14 يوم بنبدأ نقضي على الديدان اللي بدأت تظهر من البويضات أو اليرقات اللي كانت متسابة في الجهاز الهضمي بتاع الجسم. أنا دكتور مينا وده عيادة بيتوي.